تحل ذكرى 6 أكتوبر في ظروف استثنائية بيمر بيها العالم العربي، فلازم نعرف هو ايه اللي حصل فعلا في 6 أكتوبر. احنا اجيال ما شافتش حاجة، وحوالينا كتير من البلاد ما تعرفش يعني ايه حرب اصلا، مش تقليل منهم، هم ظروفهم كده يعني. فهل كان نصر ساحق ام كان نصر ثم انقلب الموقف؟ ايه هو خط بارليف ده؟ ليه بنشير للحرب كلها بالعبور؟ يعني بالعربي هو ليه صعب قوي كده؟ ده اللي هنناقشه استنادا للمصادر المصرية والأمريكية والإسرائيلية المذكورة في نهاية الفيديو. الفريق سعد الشاذلي رئيس أركان حرب الجيش وقتها بيقول إن التنظيم العادي والتسليح العادي والعقائد العسكرية السائدة كل ذلك لم يكن يقدم حلولا عملية لعملية العبور، فكان علينا الاعتماد على مخيلاتنا وخبراتنا. وده شيء كلنا بارعين فيه كمصريين من أيام الفراعنة لحد دلوقتي، الاعتماد على الخيال والتحايل على الظروف، بل وتحدي قوانين الطبيعة أحيانا لإنجاز الهدف، سواء كان الهدف ده بنى هرم، عبور قناة السويس، أو حتى العبور بأسرتك لبر الأمان في ظروف ما يعلم بها إلا ربنا. كان على الخيال المصري أنه يحط خطة لعبور أصعب مانع مائي في العالم من حيث الطول والعرض والعمق، بكل التحصينات اللي عليه واللي قال عنها ديان إنها تحتاج لعبورها لسلاح مهندسين الجيشين الأمريكي والسوفيتي معا، بفارق رهيب في التسليح وبنقص في عدد الضباط والطيارين المدربين. مجزرة بحر البقر مش بس دليل على جريمة بتتعاد بقالها سنة، لكنها دليل على تبجحهم بتفوق الطيران الإسرائيلي للدرجة اللي قال بيها ديان إن تأمين عمق إسرائيل لا يتحقق إلا عبر سماء القاهرة. فهم ما ضربوش الهدف ده بس، ضربوا لنا مصانع ومحطات كهرباء وكباري. فإحنا كان عندنا مشكلة حقيقية في الدفاع عن البلد، وده يخلي الهجوم حلم بعيد. الاتحاد السوفيتي كان بيدينا سلاح وبيدربنا عليه، بس سلاح يدوبك يخلينا ندافع عن البلد وما نهاجمش. وكانت سياستهم انهم لما يتوصلوا لسلاح حديث فاحنا نتدرب عليه بس ما نشتريهوش باعتباره سر عسكري. امريكا كانت بتديهم السلاح قبل ما هم يستعملوه، لدرجه ان نيكسون قال لهم قبل الحرب ده سلاح يمكنكم تحاربوا امريكا ذات نفسها. ورجع ديان من رحله سنه 73 وقال حصلنا على كل ما اردنا باسرع واكثر مما تصورنا. فلما يئسنا ان فجوه السلاح دي عمرها ما هتتحل، قررنا نعتمد على السلاح اللي ما بيخيبش ابدا، الخيال المصري اللي هيحول السلاح الدفاعي لسلاح هجومي. الدفاع الجوي شغلته التأمين ضد غارات العدو، فقواعد الصواريخ صممت لتأمين الأهداف الحيوية الثابتة، فبتحتاج وقت طويل جدا للتحرك والاشتباك، ما هي مش مصممة عشان كده. كمان حجمها ضخم، فده بيخليها عرضة أكتر للاستهداف، فدايما تبقى في مواقع محصنة جدا. احنا بقى نوينا اننا هنستخدمها على الجبهة لتوفير الغطاء الجوي للقوات وهي بتهاجم. ملناش دعوة انت في روسيا صممتها ازاي، محدش يقول للمصري يعمل ايه. وهندسي الدفاع المدني عدلوا المعدات نفسها علشان يقللوا وقت الحركة والاشتباك، وعملنا تصميمات ونفذناها بحيث حتى مراكز القيادة تبقى متحركة هي كمان، وحركنا معاها وحدات انشاءات وخبراء مخصوص علشان يوفروا لها اكبر حماية ممكنة. بالتدريب الشاق والمتواصل قدرنا نخليها تتحرك وتشتبك في ربع الوقت اللي اتصممت على اساسه. المهندس زكي باقر استوحى فكرة خراطيم المياه من شغله في السد العالي، لما لقينا ان حتى القنابل كانت بتخليه ينهار لجوه ما بيتزحزحش. بلدنا كانت مشهورة بالمهندسين الشاطرين، وده سندنا في الحرب. تعديل السلاح الجوي، فتح الساتر الترابي، تركيب الكباري، كلها أعمال هندسية، وتلت الكباري والمعدات كانت صناعة مصرية. كل خطوة في العبور كانت محفوفة بالمستحيلات. العدو كان حاطط مواسير مدفونة، أول ما المراكب اللي هنعبر عليها تلمس المية تطلق سائل مشتعل يحول القناة كلها لبركان لهب. جربنا حاجات كتير لاحتواء النار وفشلت، لدرجة ان احنا فكرنا نعمل وحدة مطافي بحرية، بس لقينا ان ده هيبقى تشتيت عن المهمة الأصلية. توصلنا ان المهندسين يعبروا الأول يقفلوا المواسير دي، والله عبرنا ولقينا النار اشتغلت برضو. نتعامل مع النار كأمر واقع ونتحمل الخسائر البشرية اللي هتحصل ونكمل عبور. الخطوة اللي وراها بقى تتجلى فيها شيطانية فكرة الساتر الترابي وعظمة وبطولة المقاتل المصري، لأن ارتفاع الساتر الترابي كان أكتر من 25 متر وعمقه أكتر من 1500 متر مكعب، فمستحيل الدبابات والسلاح التقيل لا يعدوا فوقه ولا يفوتوا فيه، لازم تشيله الأول، وعلى ما تشيله يكون خلص عليك.
ما خطرش في خيالهم اطلاقا اننا من الايمان والشجاعه اننا نبعت رجال المشاة بسلاحهم الخفيف اللي يقدروا يشيلوه علشان يشتبكوا معاهم بكامل عتادهم لساعات طويله لحد الدبابات ما تعدي، لدرجه ان ديان قال حتى بعد بدء الحرب مستحيل القوات دي هتصمد بدون دبابات وغطاء جوي. في اللحظه اللي الشباب دول بينطوا السلم هم بكل الحسابات المنطقيه رايحين للموت، خير اجناد الارض. اللي هيعدوا دول مش هيعدوا كده ويرفعوا العلم زي ما شفنا في فيديوهات محاكاة الحرب، لا دول هيبدأوا يشتبكوا مع خط بارليف. خط بارليف ده 35 حصن بطول القناة، المسافة بين الحصن والحصن كيلو في الأماكن المهمة و5 كيلو أو أكتر في الأماكن الأقل أهمية. بين الحصن والحصن حوالي 10 مرابط نيران. الحصن الواحد كذا دور وبيوصل لتحت الأرض، مبني من دشم الأسمنت المسلح المقوى بالصخور وقضبان السكك الحديدية. كل دور فيه مرابط هاون وصواريخ أرض مصمم بشكل يتحمل قنابل وزنها أكتر من 1000 رطل، لو حصل الهجوم تتحرك له الدبابات لتدعيمه. فكان محتاج خطة غير تقليدية للتعامل معاه. لكل ما سبق عنصر المفاجأة كان لا غنى عنه، واحنا عملنا خطة خداع كلنا عارفينها، بس برضو كان لازم أعمل حسابي إن هم هيعرفوا. السؤال هيعرفوا امتى عشان اعمل حسابي هيحشد الاحتياطي وينفذ هجومه المضاد امتى. غرفة عمليات القوات المسلحة قدرت انهم هيعرفوا قبلها ب3 ايام، بس المخابرات الحربية قررت تبني على الأسوأ انهم هيعرفوا قبلها باسبوعين، وعليه هيبدأ الرد الشامل بعدها ب6 ساعات. الكباري والمعديات بتاعتنا علشان تجهز مش زي ما شفنا في الفيديوهات، لا هتحتاج على الأقل 7 ساعات. الدبابات علشان تعبر فيها 3 ساعات كمان، يعني السلاح التقيل هينضم للمشاة بعدها ب10 ساعات، وهو هيرد بعد 6 ساعات، يعني برضه هيفضل سابقنا ب4 ساعات. لتعويض ده زودنا السلاح اللي هيتوزع على المشاة على حساب الأكل والشرب. المفروض الجندي اللي بيحارب في مكان حر بيحتاج على الأقل 5 لتر مية، نزلناهم للنص علشان نزود السلاح. المفروض ان الجندي ما يشيلش اكتر من 25 كيلو، جنودنا شالوا 30. أسسنا لواء بر مائي مخصوص علشان المركبات البر مائية تعبر البحيرات المرة على ماء الكباري تركب، فالدبابات دي تبطئ حركة الاحتياطي بتاعه. زي ما احنا شايفين بنستحدث أسلحة وبنحط خطط غير تقليدية، فكنا محتاجين ضباط اكتر من اللي عندنا ب30% على الاقل، ولو استنينا انضمامهم وتخرجهم من الكليات العسكريه فيها 10 سنين كمان. فاخترنا العساكر المتعلمين الشاطرين في التدريب واديناهم كورس مكثف 5 شهور وتخرج ضابط حرب. الحل ده ما كانش ينفع اعمله خالص مع الطيارين، لان دول بيختاروهم فتوا على الفرازه، وعلشان تكمل السداد طرد الروس من غير ما يرجع لاي حد، ودول كانوا بيشغلوا لنا 30% من الطيارات جوه العمق. فاتفق الفريق الشاذلي مع كوريا الشماليه انهم يبعتوا لنا سرب يامن عمق البلد، وانا مش هخاطر بيك وهتفرغ انا للجبهه. وفي معلومه للاسف اغلب الناس ما تعرفهاش، وهي ان في سرب عراقي حارب معانا وشارك في الضربه الجويه الاولى، ودي مش هتبقى المشاركه الوحيده للعراق في حرب 73 زي ما هنشوف. دي كانت الملامح العامه للخطه. فنسقنا مع القوات السوريه ميعاد الحرب اللي ما كانش ينفع انها تتاخر عن اكتوبر علشان بدء تساقط الثلوج في سوريا. ولما اتاكدنا ان الحرب هتبقى في رمضان غيرنا اسم الخطه للخطه بدر تيمنا بغزوه بدر. الساعة 2:05 بدأنا الضربة الجوية الأولى، ودي كانت أهميتها أنها تشل حركتهم باستهداف المطارات والرادارات ومراكز القيادة. بالنسبة لخط بارليف، فبعد الضربة الجوية الأولى ب5 دقايق بدأت المدفعية، وفي حمى المدفعية عبرت عناصر من الصاعقة احتلت أماكن في خط بارليف. فلما حاولت دباباتهم أنها تدعمه فوجئت بالصاعقة المصرية هناك بتدمر دباباتهم واحدة ورا واحدة. بدأت الموجة الأولى من أصل 12 موجة من المشاة في العبور، وهي بتقول الله أكبر مع كل ضربة مجداف. وصلوا الساعة 2:30، احتلوا الساتر الترابي وبدأوا الاشتباك مع العدو. وهنا قال الرئيس السادات في غرفة العمليات الولاد ركبوا الساتر الترابي. فتح الساتر الترابي احتاج 70 فصيلة مهندسين، فكل قارب من قوارب المشاة كان فيه 2 مهندسين. المهندسين اللي بدأوا في تركيب الكباري واللي كانوا بيهدوا الساتر الترابي مع المشاة دول ما كانوش شغالين بالراحة كده زي ما شفنا في الفيديوهات، لا دول كانوا شغالين ونيران العدو فوق دماغهم والطين مغطيهم من فوقهم لتحتهم. بعد 40 دقيقة بدأ طيرانهم في الاشتباك، لكن دفاعنا الجوي وقع لهم 7 طيارات. وبعد 5 ساعات صدرت لهم تعليمات بأنهم ما يقربوش من القناة أكتر من 15 كيلو، لأنهم ما كانوش عارفين يفلتوا من الدفاع الجوي المصري اللي خفض فعالية طيرانهم بنسبة 60%.
كمان العدو استهدف الكباري بالذات، لأن الكباري لو اتنسفت المعركة انتهت، السلاح هيعدي ازاي؟ لكن الدفاع الجوي كان جاهز بخطة منفصلة لتأمين الكباري، وحتى الأضرار اللي كانت بتحصل كان المهندسين بيصلحوها ويعيدوا تشغيلها في زمن قياسي، وقدموا في سبيل ده 88 شهيد على رأسهم الشهيد أحمد حمدي، وعلشان كده أماكن كتير في مصر بتحمل اسمه. استمرت المدفعية في استهداف خط بارليف علشان يهد نيرانه الموجهة للمشاة والمهندسين، وبالوقت بدأ تأثيره يضعف شوية بشوية. بعد 6 ساعات كنا نجحنا في فتح 60 فتحة في الساتر الترابي، وبنى 8 كباري تقيلة و4 كباري خفيفة و31 معدية. أخيرا بدأ السلاح التقيل ينضم للمشاة من الساعة 10:30 للساعة 1، يعني المشاة حاربوا لوحدهم بدون سلاح تقيل 8 ساعات. احنا كنا دايما من واحنا صغيرين نسمع ان حرب اكتوبر ردت للمقاتل المصري اعتباره، وانا الحقيقه ما كنتش بتاثر بالكلام ده، يمكن لاني ما شكتش اصلا، يمكن لاعتقادي بان السلاح في الحرب الحديثه اهم من الفرد. بس الحقيقه انا كنت غلطانه، لان كل المصادر الاجنبيه ومصادر العدو أبدت انبهار بالمقاتل المصري وشجاعته وتطوره تدريبيا، وإن مش دول اللي احنا حاربناهم قبل كده. بيقول ديفيد اليعازر رئيس أركانهم: إنهم في القتال لا يرحمون، إن المصريين يفجرون أنفسهم أمام وفوق المدرعات الإسرائيلية، إنهم يقبلون تراب سيناء. كل ذلك يعني قبل كل شيء أن تقديراتنا السابقة حول الجندي المصري وقدرته القتالية والفرق النوعي الذي يفصل بينه وبين الجندي الإسرائيلي كانت خاطئة. بعد 18 ساعة وإسقاط 9 مواقع حصينة في خط بارليف وحصار الباقي والسيطرة على الجبهة، في 8 صباحا 7 أكتوبر كنا رسميا عبرنا. Reports on the air and ground battles received here are sketchy. About the only thing Pentagon officials are confident of is that the ultimate victor will be Israel. Although the Russians have supplied the Arabs with better military hardware than they had in the Six-Day War, U.S. intelligence estimates still give Israel the decided edge. And it's still believed here that Israel has better trained men and better command control. One Pentagon official said the Arabs have just never quite put it all together. Finally, can you tell me what do you think is going to be the conclusion of this war? And you don't intend to withdraw? Why they will withdraw? They will fight. They will push it ahead. احنا كنا ممتنين بالانجاز اللي حققناه، بس كنا عارفين ان هم لسه ما فاقوش من الصدمه. في معلومه لطيفه ان كان عندهم شفره لما تتذاع في التلفزيون والراديو يتحرك الاحتياطي. على كل متعهدي الالبان المستورده التوجه فورا الى مراكز الاستلام بمناطقهم بجميع انحاء البلاد لاستلام الكميات الاضافيه من الالبان المعلبه. والله ما تختلفش كتير عن خالتي بتسلم عليك. الخبراء العسكريين الامريكيين والعدو كان لسه عندهم امل انهم هينهوا الحرب في 3 أيام، واحنا كنا مترقبين الهجوم المضاد الحقيقي اللي هيحصل يوم 8 أكتوبر. These convoys of armored track vehicles have been moving up the road out of Israel towards the Sinai desert. They're pouring more and more troops and vehicles into the Suez Canal area. الخطة كانت انهم يهاجموا الجيش الثاني، يهاجموا الجيش الثالث، وفوق البيعة يعبروا على الكباري بتاعتنا الناحية الثانية يحتلوا المزيد من الأراضي. كانوا أتموا حشد الاحتياطي، والمدرعات بتاعتهم كانت تاني أقوى سلاح بعد الطيران، بينما احنا بسبب ضعف الطيران وارتباط الدبابات بالمشاة كانت الدبابات بنستخدمها كسلاح دفاعي. أيوة، أنا بأيف السلاح على حسب الظروف، بهاجم بالدفاع وبدافع بالهجوم. في حاجة مش بس صدينا الهجوم، ده احنا أبدنا أحد الألوية إبادة تامة. استردينا مدينة القنطرة شرق، ودي كانت أول مدينة كبيرة نستردها. استردينا المزيد من حصون خط بارليف، وإحنا على فكرة أسقطناه في عدة أيام، وده يبين لك هو قد إيه كان حصن منيع، وأجبرناهم إن هم يرجعوا ورا أكتر من الأول. فالمهام دي وصفها موشي ديان بأنها انتهت بتوتال فيلير، فشل تام. وبالتالي يوم 8 أكتوبر اللي كان عليه العين والنية وصفوا المؤرخ العسكري الأمريكي تريفور تيبوي بأنه أسوأ هزيمة في تاريخ الجيش الإسرائيلي. بارليف اللي متسمي الخط على اسمه، واللي في بداية العبور قال أرادوا الانتحار فليكن لهم ما أرادوه، لما بدأت الحصون تتساقط واحد ورا التاني، أحد الصحفيين في معارف الإسرائيلية سألوا هل حقيقي أن المصريين سيطروا على خط بارليف؟ راح مديله بالبنية في وشه، خلاص فقد أعصابه. وقيل عنه في غرفة العمليات لما كان بيشوف اللي بيحصل ده
أصبح كممثلة سقطت ملابسها على المسرح، كلهم فقدوا أعصابهم بدرجات متفاوتة. ديان ده بقى انهار تماما لدرجة ان هم نحوه بشكل غير رسمي وتولى ناس تانية الإدارة. قياداتهم كانت بتجتمع عشان تتباحث هي القوات المصرية فين وبتعمل ايه، لأن الخداع استمر حتى أثناء الحرب. الضربة الجوية الأولى استهدفنا فيها مراكز التجسس اللي في منطقة أم مرجم. كمان قوات الدفاع الجوي ما كانتش مثلا بترتكز في المكان اللي توفر فيه أقصى تغطية، لا هم كانوا بيتحركوا مع القوات يوم بيومه علشان ما يبقوش هدف للعدو. وفي أحد أعظم تجليات الخيال المصري بيظهر الشاويش البطل أحمد إدريس اللي اقترح على قياداته إن احنا نستعمل اللغة النوبية في الاتصالات، لأن ما فيش لها أي قاموس في أي حتة، ما حدش بيتكلمها بره مصر، فلو وقفوا على دماغتهم مش هيفهموا بيتقال إيه. وقابل الرئيس السادات واقترح عليه إن أغلب أبناء النوبة بيتجندوا في حرس الحدود، فاستدعينا 70 منهم تولوا عمليات الإرسال. أمريكا تسيبهم كده؟ ما يصحش طبعا يعني. بالإضافة للسلاح، يوم 8 بعتوا لهم مسؤول في البنتاجون يشور عليهم بالخطة اللي يتداركوا بيها الموقف. أوصى بضرب الكباري، ضرب العمق المصري علشان يروشونا يعني بالذات في المنزلة والمنصورة، وتحييد إحدى الجبهتين المصرية أو السورية فيستفرد بالجبهة الثانية. هنا تجدر الإشارة لأن كتير من أبناء جيلي للأسف فاكرين إن السوريين دول حاربوا كده يعني. كل المصادر، القادة المصريين والأجانب وحتى العدو، أكدوا أن الجبهة السورية كانت تقاتل بضراوة لا تقل عن ضراوة الجبهة المصرية، وأنهم كانوا خطر حقيقي على العدو، بل وأن بعض السوريين تسللوا إلى عمق الأراضي المحتلة. على الجبهة المصرية اللي حصل يوم 8 اتكرر يوم 9 و10 و11 و12 و13، كل هجوم يقوموا بيه نصده ونتقدم احنا. يوم 9 بالتحديد اتقدمنا في سينا 15 كيلو، وهو الرقم اللي كنا مستهدفينه، وركز في ال 15 ده علشان هيبان هو ليه مهم قدام. كمان فشلت كل محاولات استهداف منظومة الصواريخ المصرية على الجبهة، رغم ان السلاح الامريكي كان بدأ يبان اثره يوم 10 بفضل كفاءة المقاتل المصري والجهد اللي بذلناه في التدريب. كمان الدفاع الجوي المصري بيعود اليه الفضل في انهم فشلوا في استهداف العمق. النصيحة الشيطانية الامريكية بدأت تبان، والاعتبارات متعلقة باننا كنا بنتقدم بحذر شديد علشان ما نخرجش بره حماية الدفاع الجوي المصري، والاختلاف الطبيعة الجغرافية للجولان قرروا تكثيف الهجوم على سوريا واستهداف العمق. رغم كده الجبهة السورية كانت متماسكة، وكانوا بيوقعوا لهم 3 طيارات من أصل 5 بيهاجموهم، وأحيانا كان الطيارين بينطوا من الرعب بره طياراتهم. وازداد رعب جولدا مائير لما حصل شبه تمرد على الجبهة هناك بين الطيارين، لأن أغلب زمايلهم اللي بيروحوا ما بيرجعوش. المخاطر المتعلقة بالجبهة السورية كانت معروفة كلها قبل الحرب، بس حافظ الأسد قال للسادات أي وضع أفضل من الوضع الحالي. فده يقولك إن العرب وقتها رغم أي مساوئ عندهم كان لسه عندهم إحساس بالشرف، يعني أحارب واتهزم أحسن مما أسيب الأرض خالص. يوم 11 العراق رسميا دخل الحرب، وارسلوا قوات لدعم الجبهة السورية، وقاموا بدور فعال في وقف تقدم القوات الإسرائيلية ناحية دمشق. التطورات دي أدت ان احد المسؤولين السوريين طالب السادات بتطوير الهجوم علشان نخف الضغط عن الجبهة السورية، وهنا كانت بداية اندلاع الخلافات بين القادة لما السادات قرر فعلا ان هو يطور الهجوم. لحد يوم 13 مصر كانت متفوقة، بس الفريق الشاذلي بيقول ان الخطة ما كانش فيها خالص تطوير هجوم لحد المضايق، والخطة كانت اننا نتقدم 15 كيلو في سينا. حاول العدو ان هو يهاجمنا هنصطاده بمنظومة الدفاع الجوي وهنفشله زي ما حصل كل ايام الحرب. استنى مكانه هنجبره لأول مرة في تاريخه انه يخوض حرب طويلة، وده شيء هو ما يتحملوش، لان هم بيجندوا 20% من الشعب، وبالتالي ده كان هيشل الدولة كلها وهيجبر في الاخر على التقهقر. قادة اخرين بيقولوا لا، الخطة كان فيها تطوير للهجوم، بس كان لازم ده يحصل يوم 8 و9 لما كنا مسحينهم، وان المشير احمد اسماعيل كان حذر اكتر من اللازم. لكن اللي اتفقوا عليه ان تطوير الهجوم بالشكل ده هيطلعنا بره الغطاء الجوي، لدرجة ان اللواء سعد المأمون قائد الجيش الثاني لما صدرت الاوامر دي جات له ازمة قلبية ونقل الى القاهرة للعلاج على خلاف رغبته، هو كان عايز يستمر في الجبهة لاخر لحظة. تزامن ده مع أول تدخل مباشر لأمريكا في الحرب. يوم 13 طائرة استطلاع أمريكية اخترقت المجال الجوي المصري، مش الجبهة، العمق، وبقت تنقل لهم كل حاجة.
يوم 14 قالوا ما بدهاش بقى، بعتوا لهم جسر جوي. يعني ايه جسر جوي؟ في الاول كانت الطيارات المدنيه الاسرائيليه بتسافر لامريكا تاخد السلاح وترجع، بس لقوا ان ده مش كفايه، ففكروا انهم يبعتوا طيارات عسكريه امريكيه للبحر المتوسط فاسرائيل تاخدها من هناك، وبكده يبقوا قصروا لهم المسافه وكتروا الرحلات. لقوا ان ده برضو مش كفايه، فبقوا يبعتوا الطيارات العسكريه الامريكيه عادل على الجبهه ومعاهم الخبراء اللي يساعدوهم في استيعاب السلاح. المشكله الوحيده ان الخبراء دول ذات نفسهم ما كانوش استعملوه قبل كده، جديد لانج بشوكو. بيقول كاسنجر عن الجسر الجوي ده: ما يقوم به اضحى مذهلا، اذ ان وزاره الدفاع بعد ان تجاوزت الشكليات اصبحت وكانها في سباق لم يجرؤ اي بلد اخر ان يسمح لنفسه بعمل ما قامت به. مش بس كده، نيكسون قال لجولدا مائير: عليكم ان تتجنبوا الخسائر البشريه حتى لا نضطر الى التدخل بصفه علنيه بارسال قوات امريكيه، لان هذا هو الشيء الوحيد الذي لا نستطيع ان نعبئه في صناديق. يعني كان مستعد يبعت قوات اذا لزم الامر. لما طورنا الهجوم يوم 14 اكتوبر، دي كانت اكبر معركه دبابات بعد الحرب العالميه الثانيه. خسرنا في اليوم ده من الرجاله والعتاد اكتر من اللي خسرناه من بدايه الحرب، وحصلت تداعيات أدت لثغرة الدفرسوار يوم 17 أكتوبر. الثغرة طمعت شارون أنه هو يحاصر الجيشين الثاني والثالث ويحتل السويس، ولكن قواتنا قومت بضراوة رغم كل الخسائر اللي تكبدناها ورغم الجسر الجوي، أجبرناه على التقهقر لحد صدور قرار وقف إطلاق النار يوم 22 أكتوبر. يوم 23 الجنود كانوا منهكين من الحرب الطويلة وفي حالة استرخاء عسكري لأن في وقف إطلاق نار. دخلت الدبابات الإسرائيلية بالليل وبالراحة ومن غير ما تضرب أي حاجة، فتصوروا في البداية أنها دبابات مصرية وخرقوا وقف إطلاق النار وحصروا الجيش الثالث. أصدرت الأمم المتحدة قرار رقم 339 إن ارجعوا لخطوط ما قبل 22. فقالوا: أنا يا بنتي احنا مش عارفين احنا كنا فين، لانهم قرروا انهم يهاجموا السويس يوم 24 يحتلوها ويدعوا انها كانت معاهم من الاول. رغم كل ده الجيش الثالث ما استسلمش وصد الهجوم لايام بدون غطاء جوي. المعجزة الحقيقية في السويس، لأن دول أهالي معهمش سلاح باستثناء السلاح الخفيف اللي كان مع الجنود اللي احتموا بالمدينة من الهجوم المفاجئ اللي حصل يوم 23. اتوزع على الأهالي وعلى المقاومة الشعبية بقيادة الشيخ حافظ سلام. صدوا هجوم عنيف بالطيران والمدفعية وهجوم بالمدرعات لمدة 3 أيام. مش بس أجبروهم على الانسحاب وقفهم يأمر عيش، لا دول حصروا قوات منهم، ولما رجعوا تاني علشان يحاولوا يخلصوهم قتلوا منهم 100 وأسروا 500. أمنت بالله ربنا ينتقم من اللي خلى شعب زي ده اتهزم أساسا. لما فشلوا في احتلال البلد انتقموا بأنهم فضلوا يضربوها 3 أيام لحد قوات الأمم المتحدة ما وصلت. الأرض المحدودة اللي دخلوها بعد الثغرة سرقوا مكن المصانع ومعدات المواني وفككوها ونقلوها على إسرائيل. اللي ما عرفوش يفككوه نسفوه. سرقوا المحاصيل الزراعية والمواشي، مش تتار، حوش. رغم عدم استسلامه فضل الجيش الثالث محاصر، وبدأت مفاوضات الكيلو 101 لحل الموقف ونقل الأكل والأدوية للجنود. المذكور في كل مذكرات قادة العدو إنهم لما أدركوا إنهم مش هينتصروا زي الحروب اللي فاتت، حاولوا بأي طريقة يحققوا أي حاجة يستروا بيها نفسهم قبل وقف إطلاق النار، ووجدوا ضالتهم في الثغرة وحصار الجيش الثالث. بيقول ديان: إن لم يكن بمقدورنا دفعهم مرة ثانية إلى الضفة الغربية في الحال، لا بأس من محاولة احتلال جزء من أرضهم في غرب القناة، وعندئذ يمكن أن يكون لدينا شيء نساوم به. مجرد أداة للمساومة. بيقول العازر: رجل الشارع في إسرائيل أصبح يدرك تماما أن معناها الوحيد أنها مصيدة نصبها الجيش المصري لاستمرار النزيف من شريان الدم الإسرائيلي. في فرق بين خسارة معركة وخسارة الحرب، فحدوث ثغرة أو حصار مش دي الواقعة اللي نقيم على أساسها حرب بأكملها، خاصة وإن العدو نفسه معترف إن هو اتهزم. كانت هناك مناقشات وتقارير حول الحرب والهزيمة والدروس المستفادة. دعونا بعد ذلك نضع النتائج بهذه الأسباب، سوف تتوصلون للأسباب الحقيقية للهزيمة التي تعرضنا لها في هذه الحرب. هو خرج خسران أرض كانت معاه، احنا خرجنا مستردين أرض ما كانتش معانا. البعض بيعتقد ان استكمال استرداد الأرض بمفاوضات ده يقلل من النصر، بس انت قبل النصر ما كانش في حد عايز يتفاوض معاك أساسا، ومنطق، ما هو معاه كل حاجة. مفيش أبلغ من اللي قاله كيسنجر: الواقع أنكم مهزومون فلا تطلبوا ما يطلبه المنتصر.
كيف يتسنى وأنتم في موقف المهزوم أن تملوا شروطكم على الطرف الآخر؟ ليه دخل مفاوضات هو كان رافضها تماما؟ برضو مفيش أبلغ من اللي قاله كيسنجر، ولاحظ تغير نبرة الكلام. كان الإسرائيليون يعلمون في أعماق نفوسهم أنه حتى لو ربحوا المعركة الأخيرة، خد بالك الأخيرة، فقد فقدوا هالة عدم الانكسار، والجيوش العربية لم تدمر على الرغم من عدم انتصارها، لم ترتجف أمام بطش إسرائيل التي قدر لها الإفلات من كارثة محتومة. هو حاسس إنه أفلت من كارثة، وإنت زعلان إنك كنت تقدر تحقق أكتر من كده. شوف الفرق ما بين حالة الشعبين بعد الحرب، مش نبرته لوحده اللي اتغيرت. ديان بعد الحرب لام على القادة الآخرين إن هم ما سمعوش كلامه، إنه يا حرام كان عايز يرجع لنا جزء من الأرض يسمح باستئناف الملاحة في قناة السويس وإعادة توطين المهجرين في مدن القناة، وبالتالي مصر ما يبقاش عندها دافع قوي إن هي تحارب، وسوريا ما تتجرأش إن هي تحارب من غير مصر. أنا تكفيني تغير النبرة، والله العظيم أنا كنت عايز أرجع لهم الأرض، ما كانوش هيحاربوا. إيه اللي هيشخرموا كده غير هزيمة عسكرية؟ لاحظوا كمان، انت هتديني حته من الارض فحاسب لك بلدي؟ انت عبيط يعني. سبحان الله، هو بيتكلم بعقليه الحرامي اللي مستعد انه يفاوض على الارض لان هي مش بتاعته. الجميل ان اليعازر بيكذبه، بيقولك ما حصلش يا سعاده البيه، الراجل ده كان قبل الحرب اصلا عنده مشروع اسمه الحزام الاسود علشان يامن اسرائيل تماما. بقى هيحتل جنوب لبنان كله، هيحتل المزيد من شمال وجنوب سوريا، وهيحول سيناء كلها لمركز لتجارب المفاعلات النوويه. كان هيعمل ايه بقى علشان يعمل ده كله؟ هيهاجمنا تاني اواخر 73. يعني من المرجح ان انت اجهضت مشروع لاحتلال المزيد من الاراضي. حتى بحسابات الاداء، المؤرخ العسكري تريفور ديبوي رغم انه ضلالي ومنحاز بشده بيقولك عن العبور: واحدة من أكبر عمليات العبور المائي البارزة في تاريخ الحرب، فلم يكن في استطاعة أي جيش آخر أن يفعل أفضل مما حدث بالنسبة للتخطيط. فاللي يتشكك في العبور المعجز بكل تفاصيله، واللي مهما بلغت عظمة تخطيطنا لازم تستشعر فيه المعونة الإلهية، واللي يتشكك في إسقاط حصون العدو واحد ورا واحد والصمود أمام أعظم سلاح في العالم علشان في وقعة حصار حصلت في الآخر، يبقى عنده مشكلة في منطقية الحكم على الأمور. حتى في المعركة الأخيرة في جيش جرار فشل إن هو يكسر ناس عاديين معهمش سلاح خالص، لا وهم اللي حصروهم. 6 أكتوبر 2024 لازم نحتفل أكتر من الأول إننا قادرين إننا ننتصر عليهم رغم تفوقهم في كل حاجة، لأننا مش قليلين، إحنا جامدين وشاطرين وبنبقى خارقين، وصحتنا بتيجي على المحن، ولأنهم جبنة وحرامية. لازم نفخر ونستحضر روح البلد اللي عملت حساب كل حاجة وخططت زي ما بيقول الكتاب ونفذت. دول اللي نقول عليهم بقلب جامد أحفاد الناس اللي بنت أول وأعظم دولة في التاريخ. كان نهار الدنيا ما طلعش وهنا عز النهار. نصر أكتوبر ملك للشعب المصري كله، للأسر اللي قدمت مجندين وشهداء. نصر أكتوبر فخر للعرب كلهم إن بلد منهم قدرت تكسر شوكة اللي ما يتسموا دول، وإننا لآخر مرة حققنا تعاون فيما بيننا وكان بيتعمل لنا حساب. كل 6 أكتوبر وانتوا طيبين.